مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله جميع بخير مشتاقين. اليوم حبيت أشارك وياكم سوب أو شوربة كلش سهلة وبسيطة ونباتية، اللي يحب أو صيامية مثل ما نقول. الثلاث مقادير السهلة اللي عندنا راح يكون عندنا هنا الأوتميل اللي هو الشوفان، هذا اللي يكون متواجد بأشكال يعني علب. أنا عندي هذا المتواجد الشوفان، طبعا غني عن تعريف، كل زين للكوليسترول وفوائد هواية للجسم. وعندي هنا سيلري تقطعيها شكل صغار، وعندي بازاليا وجزر حتى لو تكون مجمدة او عندك فريش تقدرين انت تقطعيها. راح يكون عندنا تقريبا 3/4 الى كوب زيت نباتي. عندي هنا ملعقة صغيرة ثوم، ملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة كبيرة ماجي الخضراوات أو الفيجيتا اللي هي هاي. واللي تحب تكون يعني مو صيامية تحبين تحطي لها ماجي عادي هم تقدرين. أنا هاي استعملها لأنه نباتية، وطبعا تعوضنا عن الملح لأن هي أصلا بيها صوديوم، فما محتاجة تحطين ملح إلا بالأخير من تذوقيها. وراح بالأخير نحط فد فلفل من هاي الحارة آخر شي لما يستوي عندنا السوب. أول مرة راح نحط الزيت ونحمس شوية الخضراوات ويا بعض. حطينا الزيت هنا، راح نضيف السلري اللي هي الكرفس حتى شوية تتحمس. طبعا الشوفان حسب الرغبة ايش قد ما تريدين تسوين شوربة او سوب. انا هنا حاطة كوبين. تضيفين الشوفان مالتك وتقلبيه ويا السلري، يعني اسهل سوب حقيقة تسويه. بعد ما تحمس شوية راح اضيف مي. عندي مي هنا اني غاليته حار، تقريبا اول مرة تحطين فد كوبين. هاي من كاسة تضيفيها، وبعدين بالتالي راح نضيف بعد مي من نريد نشوف ايش قد نريد نسوي. هسه راح اضيف البازاليا والجزر. يعني ماكو حقيقة اسهل من هذا السوب، وصحي وسهل تقدرين تسويه باقل من 10 دقائق. واضيف المكونات الاخيرة. عندنا هذا ماجي الخضراوات، اذا عندك ماجي عادي تريدين تحطين مال دجاج مو اشكال، اذا ما تريدين نباتي. فلفل اسود هاي تصير حسب الرغبة، وثوم اللي هو المطحون، واذا تحبين تحطين ثوم يعني فريش هم يطلع نفس الطعم. وتخليها شوية تغلي. من تشوفي يغلي ويستوي الاوتميل مالتك الشوفان راح نضيف بعد مي حتى تتخفف، لان الشوفان يصير قوامه ثخين من يغلي. من يستوي يصير مثل شلون ياكلوا الصبح مثل السريال. هذا ان يغلي ويستوون الخضراوات سوية نضيف بعد مي بيه. هالشكل بعد ما راح تغلي باقي هو مستوي، تغطيها وتخليها على نار هادئة. لما تشوفي راح هذا كله يذوب ويصير مثل كله متجانس سوية. بعدين نضوقه ونحط الاشياء اللي نريد نحطها والفلفل الحار. هسه تغلي. هاي الفلفل الحمراء لان هي حقيقة هواية حارة، بس يجي تذبيها بيها حتى بس تنطي طعم. تاخذ لها فد 20 دقيقة 25 دقيقة ويصير عندك السوب كلش حاضر.
صار عندنا هنا السوب جاهز. صار عندنا السوب جاهز. هاي هي كانت وصفتنا البسيطة اليوم صديقاتي. سوب كل سهل وبسيط وما ياخذ منك وقت. تقدرين تسوي صيامي، تقدرين تسوي ويا ماجي الدجاج، او حتى لو تحطين صدر دجاج بيها وياها طبعا حامض. واطيب وصفة تسويها بالصيام النباتي او ايام الصيامات. ان شاء الله تعجبكم هاي الوصفة البسيطة. اشكركم المتابعة، وان شاء الله نسوي لي لايك وسبسكرايب، واكون ممنونة من عندكم. شكرا جزيلا، واشوفكم بفيديو بسيط ثاني. مع السلامة.